طب خلي حد بس كده يقرب من حدودنا وانت هتشوفه. تأكد تماما لو احنا ضعاف لا هيفكروا. اللي عافي محدش ياكل لقمته. لا يوجد بمصر أي قواعد أمريكية أو أجنبية أخرى. تحيا مصر ومصر تحيا رغم أنف الحاقدين. وقت الجد مشروع 100 مليون شهيد على الحدود واقفين. تحيا مصر يا رجالة، وصلوها وحطوها في عين التخين. هل ستقوم عملية عسكرية ما بين مصر وإسرائيل؟ محدش يجرب مصر. مصر دولة قوية جدا لا تمس. محدش يقدر يعتدي على مصر بشكل مباشر لأسباب كتير جدا جدا، منها إن لديها جيش هو الأقوى في المنطقة ديت. وأؤكد وأكرر بأنه لم يكن ولا يوجد ولن يكون هناك تواجد لأي قواعد سواء أمريكية أو أي قواعد أجنبية أخرى على أرض جمهورية مصر العربية، وهذا أمر ثابت في سياسات الأمن القومي المصري حفاظ على سيادة هذه الدولة. أي بني آدم على مستوى العالم يفكر فقط إن هو يقرب ده على الحدود المصرية، سيكون الرد المصري فاجئ للعالم كله. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة. الكلام ده مش كلام عاطفي. أنا 41 سنة خدمة قوات مسلحة، أنا كنت قائد الجيش الثاني الميداني، أنا كنت رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية المصرية 3 سنين ونص، وبطمن الشعب المصري وبطمن كل إقليم الشرق الأوسط. قسما بالله اللي هيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. لا يجرؤ بني آدم أن يقترب من الحدود المصرية. أن يقترب من الحدود المصرية لا يلومن إلا نفسه، ليس بما هو معلن. في هنا ناس تقدر تحمي البلد دي من جوه ومن بره بما هو غير معلن كده. اخواتنا في الدول العربية، السؤال: وجود قواعد أجنبية في الدول العربية يا ترى ده بيحمي ولا بيزود الموضوع؟ باب أولى إن كل دولة عربية تبقى ملهاش قاعدة أمريكية عندها، لو لا قدر الله حد اتجنن وفكر وقف قصادنا نتضرب من قواعد موجودة في بلدان اخواتنا، ولما هنرد على اخواتنا. هو ده تفكير أهل الشر في الأرض ولا ده إيه؟ احنا بلد صنعوا التاريخ، لا احنا أصلا التاريخ من قبل ما يصنعوا القنابل والصواريخ. لو كنت مش شايف تبقى مكفوف. احنا التاريخ من أيام السيوف. انت ليه مش عايز تفهم يا سئيل؟ احنا اللي عبرنا خط بارليف وهزمنا إسرائيل. لو حبيت تعمل في نفسك معروف اتفضل اقرا التاريخ وشوف. وخليك فاكر دعمك هيوصل صوت اخواتك.